السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم بإذن الله. جايلكم النهاردة بوصفة حلوة جدا جدا. عملنا الكنافة بطريقة يعني بصوا فوق التحفة. ان شاء الله جربوها بإذن الله وهتعجبكم. بصراحة شفتها على اليوتيوب وقلت لازم اجربها. تجربتي معاها ناجحة 100%. كملي معايا الوصفة وان شاء الله وصفتي بإذن الله تعجبك بإذن الله. وكبري القناة شوية، كبري الفيديو شوية، القناة يعني محتاجة تكبر شوية وان شاء الله تكبر بيكم بإذن الله. ويشرفني اشتراكك في القناة بتاعتي وتنضمي لعيلتنا الصغيرة بإذن الله. يلا نسمي الله ونقول الكنافة عملناها ازاي. معايا نص كيلو من الكنافة متفرزة، يعني جايباها قبلها بليلة وكنت مفرزاها. بتطلع معايا سهلة جدا جدا في الفرم بتاعها. يعني بصوا بايدي كده بفركها بتنعم على طول. لو عندك الكنافة لسه جايباها ممكن تقصيها حتت صغيرة كده بنفس الشكل. تمام، قصيها بالمقص كده هتطلع معاكي بنفس الشكل، بس للأضمن والأحسن خليها عندك في التلاجة. يعني ان شاء الله كده تكوني عاملة حسابك اللي انت هتنوي تعمليها هاتيها قبليها بليلة. تمام، وحطيها في الفريزر عندك تتفرز. نعمتها بايدي بنفس الشكل، ما خدتش معايا وقت خالص. وهنزل عليها بسكر بودر، هنزل عليها باربع معالق سكر بودر. تمام. بدأت بقى اللي انا ايه هفركها بايدي كده. هلم كده هدمج الكنافة مع السكر البودر. ما حطيتش سمنة خالص نهائي. معايا المعايير اللي احنا طبعا بنعاير بيها ديت اصغر او الحجم اللي قبل الصغير بالظبط. بدأت اللي انا جبتها من غير ما ادهن سمنة، من غير ما ادهن ايدي، من غير اي حاجة خالص. فعلا هي سهلة جدا جدا، هي بس محتاجة شوية تركات معينة. بدأت اللي انا اضغط ضغطة بايدي، لازم اضغط ضغطة جامدة جدا عشان تطلع معايا بنفس الشكل. انا هعمل معاكم واحدة واتنين وتلاتة عشان خاطر اثبت لكم اللي هي فعلا سهلة جدا جدا. بس هي عايزة شوية ايه تركات معينة. بتكة بصوابع الاتنين جامد جدا. على قد ما بقدر طبعا بمليها كلها. بخليها كده مسطحة كده وبتك عليها جامد وبزقها بايدي بطرف ايدي وبشيلها عادي خالص، ما بتتكسرش، ما بيحصلهاش اي حاجة خالص. الموضوع سهل جدا جدا جدا. جربوه كده وان شاء الله يعجبكم. ما عندكيش المعالق المعيارية ممكن تستخدمي مج صغير جدا او فنجان القهوة الصغير خالص. لو عندك اي حاجة شبيهة برضو ممكن تتصرفي وتعملي. بس اهم حاجة تكون ناعمة من تحت، يعني تكون اللي انت بتستخدميها تكون ناعمة. انا بقى هعمل كل الكمية عندي بنفس الطريقة وبنفس الشكل. اهم حاجة يا جماعة الضغطة تبقى جامدة، الضغط عشان ما ترجعيش تقولي الوصفة بايظة. الضغط بتاعها يكون جامد. عملت ما شاء الله نص كيلو، طلع لي كمية كبيرة جدا. هي بصراحة من حلاوتها ما شاء الله عليها ما بتقعدش اصلا، يعني جميلة جدا جدا جدا. هدخلها الفرن تاخد يدوبك بس لون بسيط جدا من تحت. وبعد كده هطلعها احط عليها السمنة بتاعتها بقى. اي نوع سمنة عندك، سمنة بلدي سمنة يعني اي نوع سمنة، مش عايزة اقول ذكر اسامي يعني. اي نوع سمنة عندك سيحيها وابتدي يعني انزلي بالسمنة ودخليها الفرن. تاخد لون من تحت وولعي عليها الشواية لو حابة. تاخد معاك اللون الذهبي الحلو دوت. الشكل دوت يعني هو دوت اللي انا عايزاه، ما تكتريش اكتر من كده. وخلي بالك يعني ممكن يعني ايه واحدة تفتحها واحدة تغمق يعني. ظبطي الالوان. اول ما طلعت على طول محضره الشربات معايا، هعمل لكم فيديو باذن الله للشربات. الشربات معايا كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين الا ربع من الميه، نص ليمونه، وبرفعه على النار من غير ما اقلب. وبس كده، وبسيبه يدوبك 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير قوي، وبطفي عليه على طول. بعد كده نزلت بالشربات بقى، خلاص الشربات قلنا عليه سخن، الشربات بارد والكنافه سخنه. او العكس، لو الكنافة باردة يبقى الشربات سخن. تمام. تمام. خلاص بقى انا كده ايه خلصت الكنافة عندي وهسيبها شوية على جنب لغاية ما تبرد. هعمل ايه معايا كوبايتين من اللبن، هنزل عليهم ب4 معالق من النشا.
هنعمل بقى ايه الكريمة الكدابة او القشطة الكدابة بطريقة حلوة جدا جدا. قلنا كوبايتين من اللبن، عليهم 4 معالق من النشا، وعليهم معلقتين من السكر. مش حابة سكر كتير عشان خاطر طبعا الكنافة فيها شربات. الكريمة الكدابة معانا فيها سكر، وكمان الحشوة هيكون فيها ان شاء الله معانا برضو جزء من الشربات. كملوا معايا الوصفة وهقول لكم الحشوة بتاعتنا. رفعته على النار، مش هياخد معايا وقت كتير خالص، 10 دقايق او اقل من 10 دقايق. واخر حاجة عليهم كيس من الفانيليا، وبدأت اقلب لغاية ما القوام عندي يبقى متماسك بنفس الشكل. ريحتها جميلة جدا، طعمها تحفة، مش عارفة اوصف لكم. حابين تحولوها للكاستر ممكن تحطوا لون اصفر، خلاص بقت كاستر. تمام، لون اصفر طعام يبقى خلاص بقت كاستر يعني. خلاص هسيبه يبرد شوية وهحضر الحشوة معايا. فول سوداني، يعني مكسراه على 2، ومعايا زبيب، ومعايا طبعا جوز الهند. دي المكسرات المتوفرة عندنا في كل بيت. مش عايزين نحط بقى فستق وبندق والكلام دوت، احنا بنتكلم في اقل حاجة. هعمل ايه عشان خاطر الحشوة تبقى متماسكة معايا؟ لو عندك كراميل تمام، عندك جاهز ممكن تقدري تعمليه براحتك. انا الكياس دي بجيبها جاهزة، الكيس بكيسه. الكيس ب2 جنيه ونص. انا طبعا قلت لكم عليه في فيديو لقمة القاضي، قلت لكم حلو جدا في البيت عندي كده بستخدمه. ما عندكيش كراميل، ممكن شوية شربات من اللي احنا طبعا مجهزينه. هنزل عليه بس عشان خاطر عايزة الحشوة تكون متماسكة. تمام، يعني عايزاهم كده يكونوا ايه ملزقين في بعض زي ايه بنفس اللفظ كده. كده كل حاجة معايا جاهزة وكل حاجة معايا باردة، يعني الكريمة معانا باردة، والكنافة كمان معانا باردة. تمام، نزلت فوق كده، خدت واحدة بقى من الكنافية الحلوة ديت المكورة ديت، عليها كده طبقة من الكريمة الكدابة، عليها طبعا الحشوة اللي احنا عملناها مع بعض. في منتهى الجمال، في منتهى الروعة، جميلة جدا جدا جدا. لو معزوم عند حد اعمليها في بيتك وخشي كده عليهم كده وابهريهم بشغلك، هيفرحوا بيها جدا. احسن ما تجيبي حاجات من بره ومن المحلات بتنفعي المحلات، لا اعمليها في بيتك وهتفرحي طبعا اللي انت طبعا معزومة عندهم. انا هنا خلاص هعمل بقى كل الكمية عندي بنفس الشكل. تمام، دي كانت وصفتي النهاردة، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. جربوها وجميلة جدا جدا جدا، يعني مش عارفة اوصف لكم طعمها حلو جدا ازاي. بس اعملوها الاول في كمية صغيرة، ومشوا ايديكم كده فيها. بعد كده طبعا ايه اعملوا في كميات كبيرة براحتكم. الوصفة بتاعتي خلصت، يا رب تكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم. ولو عجبك الفيديو اعملي لي لايك، وكلمة اشتراك هتلاقيها قدامك على الشمال مكتوبة باللون الأحمر، اتكي عليها واختاري كلمة الكل عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. وانضمي لعيلتي الصغيرة ان شاء الله تكبر بيكم بإذن الله، والقناة تكبر شوية. كل سنة وانتم طيبين. اسيبكم في رعاية الله، وانتظروا الفيديوهات الجاية بإذن الله، ومع السلامة.